السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة وصفات أمل قندري. في هذا الفيديو غنقدم لكم طريقة تحضير سيجار بمكونين فقط. هاد السيجار كيجيو لذاذين بزاف. طريقة التحضير ديالهم سهلة جدا، في دقائق كيوجدوا، ما كياخذوش وقت طويل في التحضير ديالهم. كنتمنى انكم تجربوهم لانه فعلا كيجيو لذاذين بزاف. اذا كنتوا باقي ما شاهدتوش فيديو ديال مائدة الرمضانية غنوضع لكم الرابط في صندوق الوصف باش تشاهدوه. واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد، وما تنساوش تخليوا لي لايك وكذلك تعليق على الفيديو. مشاهده ممتعه. نحتاج في المقادير ديال الحشوه جبن بيض اللي مقطع قطع طويله بحال هيدا، اولا تقدروا تستعملوا الحمار اولا غير المربع، الجبن المربع العادي. عندي هنا لدان فيمي او ديك الرومي مدخن، حتى هو قطعته شرائط قد ديال الجبن. وعندي شويه ديال الزعتر المجفف السحتر وشويه ديال الفلفل الاسود اي الابزار. صافي هادشي اللي غنحتاج في هاد الحشوه. نحتاج كذلك الورقه ديال بسطيله اللي غنقطعها على 4، يعني غيجيوني كل ورقه غنقطعها على 4. قطعت الورقه حيت عندي كبيره للنصف، ودابا غنقطعها هيدا. غناخد وحده، طبعا بحال دائما اللي كنقول لكم الجهه اللي كتكون حرشه في الورقه هي اللي كنعملوها لداخل على هذا الشكل. وهاد السيجار هادو او هاد المملحات هادو راه ما كياخذوش وقت بزاف، ودغيا كيوجدوا وكيخرجوا كميه كبيره. غنحط بحال هيدا القطعه ديال الديك الرومي مدخن، وكذلك القطعه ديال الجبن نعمل عليها شويه ديال الابزار بحال هيدا، وشويه ديال السحتر مجفف. صافي وغنغلق وغنلف السيجار ديالي على هذا الشكل. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وهادو السيجار ديالي انا عملت هنا شويه ديال الزبده ذوبتها، عندهنهم بالزبده. وهادو هما السيجار من بعد ما وجدوا. كما شفتوا طريقه التحضير سهله جدا وبسيطه، حتى المكونات قلالين بزاف. كنتمنى تكون الوصفه نالت اعجابكم. بحال دائما خليوا اللايك على الفيديو وكذلك التعليق، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. الى فيديو قادم باذن الله.